من بعيد تقدر تصور بس ما راح تحصل ذاك الاكشن اذا ما تكون عدسه قريبه جدا مثلا 50 ملم عدسه ممتازه جدا تصور 28 ملم 18 ملم من اجل ان تحصل الوايد انجل الجميل هذا الشيء. هذه فيديو طبعا انا اعوذ بالله من كلمه ثانيه احاول ان اترجم الصوره اللي تصلح ان تكون بلاك اند وايت عن الصوره التي ان تكون الاضاءه كلها طبيعيه. نعم. الاضاءه هذه بالنسبه لي يمكن الاستاذ جلال يعرف وبعض يعني حتى داري اشوف لي واحد حتى الاستاذ ايمن يعرف اشوف لي واحد يعدل لي فوتوشوب اعمالي مقابل مبلغ انا اعدل على اللايت روم بس اللايتنج بس بدون ان اعرف ان اضيف حتى ما اقدر اضيف زهره بالصوره اقسم بالله. فاعدل بالصوره تقريبا بحدود انا من اصور على المانوال ما اصور على الاوتوماتيك او على السبيد او شيء من القبيل فمن اجل ان احصل على التون هذا فاعدل تقريبا بنسبه 15% شيء من القبيل. دائما تستهويني في صور الصحراء الظل والضوء يعني تشوف الظل مال الجمال او شيء من القبيل فتعطيك ايحائيه جميله جدا بحيث هاي التكوينات هذه ايضا اسمحوا لي ان استشهد بالاستاذ ايمن لانه على علاقه تماس مع الجمعيه الامريكيه والمنظمات الدوليه الاخرى. اللاندسكيب معروفه بالعالم كله جبال وثلوج وانهار وبحار وهذا احنا هذا من يشوفون اللاندسكيب او شيء من قبيل هذا يتعجبون يقول لك شيء غريب جدا هذا ما شافه. ده الساعه كام؟ نعم. الصوره اللي فاتت دي الساعه كام؟ هذه العصر. نعم هذه الصورة الساعة 9 بس أريد أسأل الأستاذ أيمن أنا ما مشترك في المسابقات العالمية بالفياض يعني والسؤال أيضا مطروح لي من يمكن الدكتور أيضا بالفياض أو شو قبيلة أو الجمعية الأمريكية هل تقبل الصور أستاذ دكتور أستاذ أيمن المقاطعة تقطع مثلا من هاي بالنسبة للعادية الصورة لازم تكون تشتغل لا كبولارا هذا كان واقف على تل ويمشي واقف على تل وهذا فعجبني المشهد انا قطع بيه يعني هذا فعجبتني استهوتني اللقطه يجوز غيري ما تستهوي بس انا بالنسبه وجهه نظري يعني عجبتني. هذا فيلم هذا الموضوع فيلم هذا الموضوع هذه والده من تحت والده البيبي وياه موجود وذراك يساعدون مطرة السنة في هاي مصورة قبل شهرين أو 3 أشهر تقريبا زايد مطر قوي جدا في الإمارات فيسرحون يسرحون يهدون يمشوا يدورون العشب ياكلون العشب بحثا عن يشتمون العشب يروحون عليه. فمن اللقطات اللي استهوتني جدا وعجبتني. اللي عنده سؤال او شيء من القبيل يعني يسالني اخاف على صوره او شيء كذا. هاي الصوره نفسها ايضا الراعي موجود يرجعوا لوحدهم؟ نعم يردوا لوحدهم؟ يردون لوحدهم ويرجعون لوحدهم بس الراعي يقودهم اول مره والثاني يرجع عنهم الاخرى. يشيكم حتى تروحون هناك. ده معاك دور شويه نعم؟ ده معاك برضه معاك دور شويه. هذه تقريبا 9 9:30 الصبح. اي نعم السماء زرقاء كان الجو. اي لا ما فيش يعني اذا تشوف الجبل من تحت الموجود الشدو تقريبا صاير اوفر الشدة. هذه ايضا رفضت فواحدة توجه واحدة لا توجه يعني ما اعرف قسم يقول لك بل كيف تكونها يعني كيف اني اصعد اروح اقول انت يا ناقه اوقفي يمين انت يا تحت اوقفي شمال يعني ما يعني. هذه ايضا البيبي مالتها تحت من تبطل في لواء تطلع هاي الحشائش والاشياء القوية وتطلع في مجال تكوينات هاي تكوينات ربانيه تتكون نتيجه الامطار والسيول والشيء زائدا نتيجه الرياح الشديده تضرب الرياح وتسوي تعريجات يعني في اللوحات سبحان رب العالمين. شوف هذه مطورة تقريبا ايضا من 10 او شيء من القبيل يعني. أنا
للاسف ما استخدم ال 50 او شيء، دائما العدسات المفضله عندي 70 200 هاي عدسه مفضله وياي، وعندي استخدم 120 400 فدائما اريد اطلع عزل بالصور عزل هذا الشيء. ايضا قطيع الاغنام الموجوده هناك لها حظوه ويرعونها، طبعا مثلا هذا اتذكر علي باكستاني هذا الراعي قلت له شو تشربون شفت بدأوا يسوون حليب قدور كبيره ويخلون هذا المنة الرضاعه ويشربون. قال لي والله هذا صاحب العزبه واحد بحيربي يعطينا يجيب علف قليل وتشوف ضعيفات جدا ضعيفات، قلت له حرام هاي ثروه كبيره مثل فيطلعون في سبيل ان يرعون في هذا حوالي كذا بلاك عن وايد ايضا. هذه مصوره تقريبا الحين صعب 5 عصر. هاي تقريبا نفس الحركه بس الاتجاه. هذا بعد ما يقنص ويصيد وهذا ينطوه فري ياكله بشيء قليل، فحبيت ان اكون يعني قطعت كروب سويت في سبيل ان قطعه يعطيني هذا تكوين جميل جدا يعني بيها سن شوي اوت اوف فوكس يعني الوضوح على الجناح صاير. هذا الضباب اللي اخبركم عنه هذا تقريبا تشوف الجزء ظاهر منه وهذا بس ممكن احس المشاهد افضل من الابعاد يعني بالضباب. ايضا يعطيك فد جماليه حلوه ساحر. ايضا هذول يمشون يروحون على الماء يرتولوا من الماء. هذه مصوره تقريبا 10 ونص ولا 11 يعني تشوف مثل ما تفضل استاذ ايمن ظل الشده مالته قليل. كيف انا اقدر اقول بانه وفوت منا واطلع منا؟ هم يعرفون طريق سبحان رب العالمين يمشي، يجيك منا من تحت ويمشي ويطلع. بس انت لازم هذه بالصحراء يعني مثلا انتم اذا سوينا سفره تصويريه ان شاء الله ورتبناها عن طريق الطيران العربيه بحصل لكم ديسكاونت زين. طبعا كلها مجانيه بالنسبه لي، لا تعتمدوا كل فلوسكم بيديكم. تروحون نوديكم حتى اكلكم وشربكم وغداكم وعشاكم هذا كله عليه، ما تصرفون اي شيء. اوديكم الاقامه عندي اما خيمه اما اكو فندق اي لا اكو فندق ليور غالي تقريبا 800 لا ليور نفسه ب 800 درهم غالي يعني تتحدث عن 1600. تبعد عن ايه؟ عن الشارقه ولا لا تبعدين تقريبا 500 كيلو عن الشارقه. اي احنا نطلع الاول رجاله نجرب. لا فيها يعني الاماكن ما راح تبحثوا لان اماكن انا اندلها فما راح تعملون يعني اندل وين يروحون متى يجيبون مي متى يجيبون هذا طريق شيء. خلاص نعملها بس اكو بعض اللقطات كيف المحاولة لا مو شارع 10 شارع هند يعني انا ما اقدر افكر نسوي على هامش جائزه الشارقه والشارع مره واحده نوديكم اذا تريدون مثلا يروحون ان شاء الله. الشرقه امتى؟ شهر ايه؟ نسوي لكم تاشيره انا ما عندي مانع نسوي لكم تاشيره ان شاء الله فيزا. خلاص نعلن عليها. نعم. شهر ايه؟ تاشيره فيزا انت ما تحتاجين فيزا. لا تاشيره هي في شهر 9 عشان تطلع في شهر 12. اي شهر 13 نعم شهر 13 ما هو ممكن تبقى في يناير يعني قصدك شهر واحد. احنا لا راح نكون تقريبا نص ال 11 اواخر الشهر 11 مشغولين جائزه الشارقه. فاذا اما تريدون تسووا متزامنه مع جائزه الشارقه ونوديكم كلكم واما تريدون بعد بالشهر 12 نوديكم حاضرين يعني. خلاص رتبونا. هذا البورتريت سمعت ما بين بورتريت راس الصقر وراس الرجل يعني. هاي طريقه
اكلها بعد ما تطلع التقناص وتصيد وهذا يوكلوها. حتى هاي كلها يعني موجوده تحت اليد يعني. اللحظه التي لا تتكرر انه يهدون الطيور، فانت لازم تضبط فوكس على ما تحصل على الطير مالتك. اللحظه الحاسمه مال المسابقه مال بدر النعماني. لازم تتابع. قال يعني بعد ما خلصت اقسم بالله العظيم الراعي اللي موجود هنا اكرمته بمبلغ. قلت له بس خبرني كيف انت تخليهم؟ يقول لي ارباب باكستاني هو يجيك كبير وشواربه وهذا جميل. قال لي انت يجي يوميا الصبح الساعه 8 الساعه 9 الصبح يشوف هذا مشى، هذا يروحون على الاكل مالهم والشرب مالهم وشيلوا قليل. بس طبعا الكورس سويت هناك لازم عندك سياره فور ويل، الدولاب مالتها الطاير تخلي 20 بهواء حتى لا يغرز بالرمل. هذه الزميلات والجالسات خواتنا، هذه الناقه من تولد قبل ما تولد بيوم او يومين يشيلوها يعزلوها على جنب، لان هي عندها نوع من الحياء انه من تولد وحدها. بعد ما ولدت سبحان رب العالمين الكل يجون قطعان مال الجمال يشمشمون بيها، يشمشمون بالبيبي، يباركوا لها. يباركوا لها. وانت كنت فين واقف فين في اللقطه دي؟ مدام سعاد انا اصعد 120 متر، اصعد 120 متر بهالطريقه، لان السياره على التل، السياره على التل ما تصعد حتى لو تخليها على الحديد رمل وتنزل، فاضطر ان اصعد بطريقه واوقف، اصعد في سبيل ان الوحده. بعدين اريح واخذ الستاند ساق واحده واتصور. هاي ايضا مكان انا عرفت حفظته لما يجيبون يمشون، طبعا هذول انا امشيهم بالامانه، انا امشيهم الظل مالتها في سبيل احصل على الشجر اللي موجود الجانبي. هذه بعد المطر، هاي نفس الشيء. طبعا هذا برامج التعليق كلها باللايت روم. هذه مصورة تقريبا بحدود الساعة 10 وشوي. صباح. نعم. هذا الظل والضوء يعطيك سريالية الأبيض والأسود. هاي الأعشاب اللي تظهر بعد المطر أو شيء قليل يعني تضيف لوحات خالدة جميلة. من الأشياء الحشائش وهاي الموجودة بالصحراء تعجبني كثير. استاذ اديب لو سمحت، هي الصورة الأبيض والأسود دي إضاءة القمر؟ أيوه دي. نعم. إضاءة القمر؟ لا ولا شمس؟ هذه تقريبا قبل غروب الشمس، تقدر تقول بربع ساعة نص ساعة زاد. هذه أيضا يسموها يدعون الدعاء يدربون قبل ما يطلعون خارج البلاد 400 حتى احصل هذا الحجم. حركه الجناح واضحه تقريبا، لازم يراد هاي سبيد سرعتها. هذه هنا مثلا يشدون جناح من حمامه ويدربون الطير
يسموه صقر يسموه طير عشان يقوون جناح. هذا ايضا الظل والضوء. يا مرحبا. محمد شاد متاخر دائما. اي والله اي. الجو حار تراب انا والله من الكاميرا مالتي بعد ما خلصت تصوير اروح ارجع عندي كل المعدات المنفذ هذا كلها. مفيش حاجه معايا اسلاك. لا ما فيش. لا تشوف لما يكون هناك رياح قويه فراح تشوف الرمل اللي طاير ما صار لان يضرب العدسه يأذيها. برضه نفس السؤال، الإضاءة دي هذا على الشمس. اي اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم عندي الاسد. بس انا يا اخي احب الهاي كونتراست احبه جدا. شرفت. هذول يطلعون عندهم واحد مريض فشو يسوون يودون دار صحي او مربط صحي تشوف شايل المي وياه وهذا القبيل هذا. فاخذت عجبتني الجره اخذت من عند الجره وصورت مشهد استراتيجيكم بالطريق طلعت صوره جميله يعني. هذا طبعا مثل دار الصحي خير. أي. لا هذا فعلا مريض وجهه انا شفته ما قربت عليه وجهه بيحب شيء ما قريب عليه. صوره اي اي تعطيك ايحاء بالامارات او شيء يمشون مسافه. هذا طبعا انا مشيت قلت له انه اريد اصور الظلال الموجوده مع خلفيه التدرج. نعم استاذ. لا انا بقول يعني الحاجات الصور اللي فيها هايلايتنج شادد عالي. نعم. لما تكتب الباك لايت بتبقى جميله اهو. صح. جدا صح. جدا صح. فدي من المجموعه اللي هي لما تكتب ابيض واسود بتبقى حلوه. لان اصل بعدين هو الناس بتستغرب من البلاك اند وايت يقول لك هي دي اضاءه طبيعيه مش متخيلين ان البلاك اند وايت اللي هو بتاع المجموعه بتاعتك يعني انها طبيعيه. فده مثال من الصور اللي هي لما تتحول باك وايت هتشوفوها زي المجموعه اللي فاتت. بس احنا بنأكد على الشاشه بنأكد على الهاي لايتس بس بالتاكيد ده لو اسمه اوفر كوكينج يعني الملح اللي بيحط ما اسموش تعديل ولا اسمه نوتيفيكيشن عاليه بس ده مثال للصور لما تتحول بلاك اند وايت بتبقى حلوه ودي المجموعه اللي متميز فيها السنه دي. الله يسلمك استاذ. الله بس يسلمك. سؤال دي الجو بتروح فين وتمشي قد ايه عشان تعمل صوره زي دي؟ هذا اللي راح ان شاء الله باذن الله انا حريص جدا. يعني صوره زي دي لا ايوه ممكن تمشي قد ايه؟ كم كيلو مثلا؟ لا هذا ماشي انا على ارض منبسطه بالسياره تمشي بس من 9 جنيه فوق لا مشكله. اي ان شاء الله يعني ان شاء الله لمن تتيسر اموره ويروح تشوفون هناك عالم جميل. عالم متعه يعني عندك احلى من العسل. مكان جميل والله يعني كل اكلكم وشربكم هذا من حسابي الخاص اقسم بالله. المهم الصور بس المهم تجون تطلعون محصيله جميله جدا. اي والله. اسوي لكم مغريات. هذا غير هذا اللي صورته بدقه اشوفكم اياها. هاي من الصور اللي يعني خالد شاهين. من يعرف خالد شاهين؟ اي خالد شاهين ارسل لي تعليق على الصوره قال ذبحتني بهذه الصوره. عجبتني جدا يعني هدوء وقعده وشيء من القبيل يعني. نعم. هذه منطقه يسموها ام الزمون محميه الشيخ صاحب يسموه الشيخ خليفه بن زايد في ابو ظبي. تبعد ايضا عن ابو ظبي تقريبا
280 كيلو. هذه بس غزال. هذه اشتغلت بيها، علمني مصطفى العذاب برنامج انه الصوره شلون اسويها مثل كانفاس او شيء من هذا. طبعا الاصليه عندي موجوده فحاولت ان اسويها فطلعت شوي عجبتني. برنامج ايه؟ برنامج يطلع لك مثل كانفاس التحبيب ايوه او برنامج اسمه ايه؟ بالفوتوشوب. اي اه فكرت اياه اللي يسوي كذا يسوي كذا سويت كذا. ايوه هذا بالغروب يعني. شوف حركة الرملة والشيء. طبعا اللي يشوف بشر يشرب ينزل. هذا الغزال. شوف الأرض يمنا. هاي أم الزمول أيضا. منطقة جميلة جدا. سبحان رب العالمين. شوف يعني أي لوحة تشكيلية أي شيء، هذا الرمل هذا التكوين هذا تحدي. هاي واحدة من الصور اللي حبتها الفلسطينية، هاي من الجاليري. هذا أيضا الشروق، شمس دافئة. شوف الضباب والشيء اللطيف الجمالية حلوة. هذه اي هذه برنامج. نعم. هذا بلاك اند وايت، لا برنامج ولا اي شيء، يعني بالله كان. شوف هنا الحركة مال الرمل الرياح. نعم. هذه إلى البئر مال المي. هذه تقريبا صورت الصورة الساعة 5 5 ونص 6 يعني هذا الوقت. دي عدد صدام طباعية ولا طباعية؟ هاي 70 200 بس هذه صعد فوق مسافة. ناس يروحون ناس يجون. بس اكو عندي صورة تشوفوهم يعني يقاطعون. هذه الساعة 8 الصبح. أجمل شيء في الصحراء عندما تنطر السماء، هذه الأرض ترتوي بشكل سريع جدا في التدقيق في التكوينات رهيبة. يعني خط طيارات. بس ينزل واحد الكل يلحق. شوف هاي بعد المطر، شوف الأرض السماء. شوف هذا الأشر كله نتيجة المطر. أي نعم. ياكلون لا، هذا طبيعة الشجر هذا مالح. فالعصر تشوف يروحون ياكلون من عنده على مود يحافظ على صحتهم او معدتهم او شيء كذا. يتكلمون لي يعني يصير تعرف اسرار من عندهم. تعطيك تعيش وياهم، تحصل لقطات ارانب، تحصل دجاج، تحصل كل شيء يعني. هذه نزلت من فوق متابعها، كانت الجو ماطر للهواء فنزلت رادت تنزل منحدر سريع جدا فتورطت بنص الطريق رجعت لا ترجع. مشى من يمن هذا طعم اكشن تكوين. انا هاي ملابس التصوير. حتى مسكت النيكون قلت له انا ترى اسويكم دعايه نيكون يعني لازم تعطوني سبونسر، تعطوني شيء. قال له انت اللي تحرمت لك. لكن انا كريم صاحب. انا اعشق نيكون. اعشق نيكون، يزعلوا عليه سوني يزعلوا عليه نيكون، انا اعشق نيكون.
طبعا كلنا بنحب دي. طبعا الاستاذ ايمن ارسل لك هاي الصوره اكيد ما حدش هيطلع يصور الصحراء بكامل. ده شرط. يكون على فكره تاني. بس انت الخيل والليل والبيداء تعرفني. يعني هذا لما تديك هاي الاجواء بهالطريقه سحب. أول صورة فيها سحر. إيه. هذا واقف على التل والخلفيه مالته تل اعلى من عنده. بس كان الجو غائم جدا فيديك هذا الصفار الموجود بقدر تعالجه. هذه غلط. شوف العشب الموجود والكظاظ والظل والضوء. هاي من الصور اللي انا اعشقها جدا. هاي من اوائل الاعمال اللي شافها الاستاذ ايمن اعجب بيها. حتى مشهور. شوف الظل كل اثار اقدام مال واحد سبق لي فوق موجود. ما مر عليكم يوسف، ما تعرفوا يوسف الحوسني، صديق بدر النعماني وعمر الزعابي. يوسف الحوسني طبعا. فهذا هو اللي يمشي ما شاء الله يصعب. فمن الصورة هاي اللي اعتز بها جدا. هاي العشب اللي الرباني اللي يظهر. شوف هاي الأرضية الخلفية. هاي الصورة اللي فازت بجائزة حمدان العام الماضي $8000. نعم كان الأستاذ أيمن موجود. الشيخ حمدان قال لعلي بن فايل قال له أنا لما كان كل جائزة كورة أعطيه هاي الصورة. خلاص أنا واقف يمنا. قلت له أعتبر حصلت الجائزة كلها. شوف هذا كأنه بركان. كان طبيعي خلفية اللون القريب غير اللون البعيد. هم تقريبا تبدا الكاتون يبدا التزاوج اول 11 وتولد باول 11 بالتوقيت. فقالوا ليش انتم مخلين هالتوقيتات يعني؟ قالوا انه اول شيء الجو بارد حتى يكون بانه الولاده ميسره ما ميسره وشيء مثلا يعني فالعالم غريب، عالم صار يعرف كل شارده ووارده في كل حياه البداوه والجمال وكل شيء. هاي ايضا من الصور اللي محبوبه فيها. هذه اللي اخذت الجره من عنده وشربتها بالمي قلت له خل اصور بيها هاي تنفيذ. هاي من الصور اللي ايضا عجبتني الابيض والاسود واحده مشابهه الى بالالوان هذه. هذه هناك يعني سبحان رب العالمين دا امشي بالسياره وشفت هذا المشهد. هذا ماسك رجل هذا وهذا ماسك طبعا ناقات اثنينهم. نتكلم عن جائزة الشارقة إن شاء الله. الصور دي أنا شفتها من سنتين وأنا كنت في الجائزة بتاعت الشارقة، ولما شفت أستاذ أديب المجموعة البلاك أند وايت بتاعته الصراحة كانت قبل جائزة حمدان وقبل ما في جائزة حمدان تفوز صور الصحراء. أنا شفت الصور دي وعجبت بيها جدا وقلت له أستاذ أديب يعني حضرتك في الحتة دي متميز جدا، وانا يشرفني ان انا في يوم من الايام الصور دي تتعرض عندنا في مصر، وحاطط الموضوع في دماغي من سنتين. السنه دي تشرفنا بدعوه الاستاذ اديب ان هو يشارك معنا في مهرجان الجزيره للفوتوغرافيا المعاصره. طبعا هو مشكورا وافق وبعت لنا مجموعه من الصور اتعرضوا هنا في مركز الجزيره، وهم دلوقتي معروضين حاليا في اكاديميه روما في ايطاليا. ولسه كان جاي لي النهارده ايميل من الدكتوره جيهان زكي من اكاديميه روما بتقول لي ان المعرض بالصور اللي فيه اتحطوا في دليل المتاحف في روما. فحاجه جميله جدا يعني. طبعا هو مجهود مش يعني انا يعني عامل فيه جزء، بس الجزء الاكبر للمصورين الافاضل اللي وافقوا وشاركوا ودعموا المهرجان ده. تصوير الصحراء اللي احنا شفناه دلوقتي
اتكلم مع استاذ اديب انا عايز اقول ان حاجه مش سهله. هو دايما يعني انا او عندنا فنانين كل واحد فيكم متخصص في فرع. هو انا والله مهما كان حد يعني لازم اقعد معاه مرتين ثلاثه عشان اعرف اصوره، عشان اعرف اسجل حاجه. بنشوف استاذ اديب لما بيحكي لنا على تصوير الصحراء بيقول لك انا رحت قعدت هناك وكلت هناك وشربت هناك، يعني تعايش مع المكان، عشان كده هو بيبقى فيه الصور بتاعته فيها احساس وطعم. احنا عايزين نتعود دايما عشان ناخد تخصص في حاجه لازم نعيش في المكان، مش عشان حاجه، عشان عيننا تاخد على المكان، يبقى فيه كوميونيكيشن بيننا واحساس بيننا والمكان. فالصور لما الواحد بيصدقها وبتطلع من جواه، وده غير التكنيك، غير الاكسبوجر، غير الهايلايت، غير الظبط بتاع الكاميرا. التعامل والكوميونيكيشن بين البني ادم واللوكيشن ده لما هو بيصدق الحاجه وبيقدمها للناس بجد الناس بتحبها. ده بالنسبه للشق بتاع الصحراء. طبعا انا بشكر استاذ اديب تاني على اساس ان هو يعني بيشرفنا ان هو بيطلق جائزه الشرق من مصر. هو انتوا عارفين الحته دي من الدنيا، يعني حب مصر عندهم قد ايه. رايح مكان عند ناس بتستقبلك استقبال مختلف عن العالم كله. انا بكلمكم بجد، مختلف عن العالم كله. انت وانت داخل الامارات في الجوازات شوف بيستقبلوك ازاي. يعني الناس كلها وهي داخله جوازات اي بلد بتبقى خايفه، الراجل بتاع الجوازات بيغنيها عمان التوب. انا اللي بعمله اللي انا ببلغهم، ببعت تقارير عن مستوى الفوتوغرافيا في الشرق الاوسط ليهم. ليه انا بصدر فوتوغرافيا